السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة جاية لكم بطبق كشري كده بتاع زمان قوي، نادر قوي لما حد يعرفه. الكشري ده عبارة عن شعرية ومكرونة، حاجة كده من أيام زمان يعني. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة، واللي حضر الكشري ده يكتب لي في كومنت هو تواريخ كام، ويلا بينا نبدأ مع بعض. هنا معانا الحلة، هنحمر الشعرية الأول. هنحمرها خالص ونسويها زيها زي الرز. واحنا بنحمرها هنولع على العين الحلة التانية، هنقدح شوية زيت ونحط عليها الصلصة بتاعتنا، ومعاها كمان نص كوباية خل. هنسيبها تغلي براحتها. وهنا معانا الشعرية بتاعتنا خلاص دخلت على اللون اللي احنا محتاجين، وهنحط لها واحدة مكعب والحقيق بتاعها. كده خلصنا الشعرية بتاعتنا. وهنا بقى الصلصة بتاعتنا هنحط لها بقى الكمون، التوابل بتاعتنا، ومعلقة توم صغيرة كده نية في الصلصة، ونحط لها كمان ريحة سكر عشان بتبقى احلى. كده الشعرية بتاعتنا كمان خلصت. هننزل عليها بالمكرونة مسلوقة وهنقلبها مع بعض، هتبقى بالمنظر ده. وصفة سهلة جدا وجميلة جدا وطعمها تحفة بجد للناس اللي ما جربتهاش. كده هنغرف منها وتاكلوا بقى ايه بألف هنا وشفا. ويا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا كده بقى، كده الكشري بتاعنا سهل جدا وبسيط وطعمه حلو جدا. وهننزل عليه بالصلصة بتاعتنا. وصفة سهلة قوي بسيطة جدا وطعمها بجد حلو قوي. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.